أنتم لا تعلمون. سبحانك. في أمور الدنيا، طب، هندسة، سياسة، عسكرية، نجارة، ميكانيكا، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما أنك تعرف هذا خير هذا شر، قال ولا والله يعلم وأنتم لا تعلم. صفر. أني أعلم أنه هذا اللي اخترته خير، عشان كذا نضع ضعفا نستخير قبل. عشان كذا المؤمن يرتاح، لأنه يعلم متى يأتي النصر ويأتي زين. يعني الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة. الحين طرد النبي عليه الصلاة والسلام. لما طرد النبي عليه الصلاة والسلام، طردته هذه أعظم من جلسته في مكة. راح وسوى دولة، دخل فاتح ما دخل مصالح. بينما فات كم. طيب كل الرسل لو رأيت النصر عشان يطيح هؤلاء، الله يجعلنا وياك منهم، الناس اللي تقول ما لا تفعل، لازم يصير فيه طرد للذين على الحق. محمد عليه السلام طرد ولا ما طرد؟ طرد من مكة، رجع لها مواطن ولا قائد سائح ولا مطرود ويرجع قائد؟ لا إله إلا الله. إبراهيم عليه السلام مطرود، أخرجوه، طلع برا، ذبه في النار، هذا ما يسوي يطلع، ثم يكون أمة يملك الأمة. موسى عليه السلام مطرود، خرج منها خائفا يترقب، رجع قائد لبني إسرائيل كله. بل حتى يوسف إذا كان في كل السجن ومع ذلك احنا نبغى نفهم القرآن بس. احنا لو فهمنا القرآن والله تعيش صح. يعني الله سبحانه وتعالى إذا الله قال في سورة يوسف، قال والله غالب على أمره. لو قعد يوسف عليه السلام معهم ما صار شيء. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفعل أمر، والله فعال لما يريد، يدبر له أسبابه، لكن ما هي بالعقل. يعني يحب الله يوسف، ثم يوسف ما دام تحبه خله مع أبوه، يفصله عن أبوه وين؟ من بيت مدلع إلى بير، ومن بير إلى سيارة موزينة يعني حتى ما ركبوه، مخبينه عشان ما حد يشوفه ياخذه، ثم باعوه وشروه بثمن بخس، ثم يروح يبتلى في دينه، ثم قال معاذ الله إنه ربي. واحد يقول مدام قال معاذ الله، المفروض إيش؟ المفروض يزوجها الله أجمل واحدة في العالم. لا، عندنا خيار أصعب من هذا. يا أخي ما أجمل اختبارات رب العالمين. نسأل الله بس أن يفهمنا القرآن ويجعلنا نعيش صح. المفروض لو أنا قلت لك الحين جاز يوسف، يلا هذا ترك شيء لله، ترك امرأة العزيز وهو قادر عليه، يلا إيش تعطيه؟ تقول هذا نزوجه وندله. يا أخي التعامل مع الله غير كذا. فيبتليها الله سبحانه بكم؟ بنساء، بدل كانت وحدة صاروا نساء كلهم جو عليه. قال رب إلا تصرف عني كيدها. أول كانت كيدها، الحين كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طيب وش يعطيها الله خيار؟ المفروض يقول نزوجك 4 أنت تركت أول واحدة نعطيك واحدة، الحين كثير أعطيك 4. قال الله وش تبغى؟ عندك هذا الأمر اللي ترغبه النفوس ولا اختيار ثاني؟ قال السجن. قال بنسجنك. شوف البلاءات كيف؟ يعني تسوي شيء صح ويبتليك الله، وتسوي شيء صح ويبتليك أكثر. لكن هو البلاء هذا طريق النجاح كله، اللي ما أنت محصله. لو أنك أعطيتك الحين هنا، لو أعطاه زوجة طيب وحدة، طيب خلاص انتهت القضية. الله حط ملك عليهم كلهم. تخيل واحد أقل واحد في الأرض يصير أعلى واحد. وهذه شيخ ترى مضطردة كلها. النبي عليه السلام أقل واحد فيهم، يتيم لا أم ولا أبو عليه الصلاة والسلام، ويروح ياكل عند عمه، ومرة عند جده ومات جده، ومع ذلك يطلع هو قائد. ها؟ نفس الكلام إبراهيم يطرد، نفس الكلام. طيب يوسف عليه السلام لما راح للسجن قال السجن أحب إلي. إذن شوف التمحيص وشلون بدأت الآن العطايا تجيه كلها. فالآن في السجن جاءه صاحبه في السجن يقول له رؤيا، وهذا يقول له رؤيا ثانية. فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. أنت هين بتموت، أنت رايح فيها ما أنت طالع، لكن أنت اللي بتروح وبيصير قهوجي خمر الله يعافينا وياه. قال له أنت بتروح اذكرني عند ربك. قل له في واحد كويس في السجن دعم من لما نسي يوسف عليه السلام فأنساه الشيطان ذكر ربه. هو هذا اللي بيدبرك؟ الأمر ما يدبر من هنا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال فلبث في السجن بضع سنين. على هل
النسوة البسيطة. اي نعم. شوف كيف الآن مدة السجن، مع ذلك هو علاقته برب العالمين وتدارك الأمر. الحين بيجيك كيف تدارك الأمر. لما علم بالدرس وفهم الدرس، شوف ترتيب الأمور، يرى هذا رؤية الملك، في اللحظة اللي جاي هذا يصب فيها الخمر، الملك قاعد يسأل يقول لهم إني رأيت 7 بقرات سمان يأكلون، رأيت جو 7 بقرات عجاف وكلوهم، و7 سنبلات خضر، أعطوني إيش رأيكم في القضية؟ قالوا أضغاث وأحلام. ثم الله يبغى يسكتهم لأن في رسالة، كان المفروض أضغاث وأحلام وخلاص انتهت. قالوا لا لا لا، ترى وما نحن، في رسالة الله بيوصلها، في قضية بتطلع من هالقضية من الرؤية. قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نعم. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. قال رجال قايل يذكرني، شوف الله حتى نساه سبحان الله. يعني لا تتكل على أحد ولا يروح قلبك لأحد لو قليل. قال أنا آتيكم، أنا أعلمك الحين بتأويل، أنا عندي واحد علمني إني بصير وصرت، فأرسلون. فلما جاء وقال الرؤيا فعلمه يوسف، ما قال طيب قلت له أنت ولا ما قلت له؟ لا خلاص فهم الدرس. طيب ما قال شيء عني ما درى، طيب أجل قل له أني أنا اللي أولت لك الرؤيا، وقل له خلي ترى في أسئلة أبغى أسأل هي خلني لازم أواجهها. لا 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 خلاص فهم الدرس. فجاء قال ائتوني به أستخلصه نفسي، هذا أبغاه أنا. فلما جاء قال له الملك يبغاك. قال ارجع إلى ربك. الله أكبر، شوف دعم جايه مو بالنيته. الملك يقول تعال عطني، أبغى أعطيك بساعدك. نعم. قال أستخلصه لنفسي، حتى يعني رسالة واضحة، تعال بحطك عندي هنا. قال ارجع إلى ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى، والله لو قيل لي أخرج لخرجت، والله ماني بقايل لا بال النسوة ولا خلاص بطلع أنا مدام واثق. فقال لا أنا ما أطلع وعندي قضية، ارجع إلى ربك اللي بيطلعني رب العالمين وبيطلعني، ماني طالع آكل واشرب ونوم زي الناس، لا لا أنا عندي قضية، عندي دعوة، ما أطلع وأدعو إلى الله وأنا عندي قضية أخلاقية. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فرجع وجاء سبحان الله. طيب واحد يقول من اللي خلى الملك يرى الرؤيا؟ الله. من اللي خلى هذا القهوجي حق الخمر يكون موجود في ذيك اللحظة ما كان مجاز؟ الله. من اللي خلى اللي عنده يقولون ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين؟ الله. من اللي خلى شوف التوصيلة، طيب هذا وشون بيوصل ليوسف؟ الله خلى هذا ينسجن مع يوسف عشان كل توصيلة توصل بعضها. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة. إننا نبغى ناخذها على كيفنا زي البزر ده، الطفل ده يبغى ياخذ الحين هاللي قدامه ده، عشان كذا تحط قدامه حلوى ولا مخدرات ما يدري وشو هذه من هذه. فهذه قضيتنا يا شيخ، احنا لازم نفهم احنا ترى فعلا عندنا مشكلة. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن قال الله عز وجل بل أكثرهم، ما قال نص